مشكلة جامدة جدا مش لاقيه لها حل. ايوه. انا متجوزة ليا دلوقتي 7 سنين. وجوزي تقريبا سايبنا ليه 3 سنين. يعني 4 سنين جواز. يعني سايبني مش منفصلة، انا متجوزة ومعايا معايا اولاد. بس حضرتك هو ليه علاقة مع واحدة تانية وانا عارفة بكده، فهو بيبرر لي ان هو ما يعملوش علاقة، ما بيباتش عندي تقريبا غير في الشهر مرة او 3. نحمد ربنا عليهم. يعني هو بيجي لي في الشهر مثلا 3 مرات. اكلمك بقى؟ ممكن اكلمك؟ انا نفسي في نصيحة. لا مش على نصيحة، ما انا هكلمك هديك النصيحة. بس هتقولي لي الحق. بس هقول لك على حاجة، هو كان انسان كويس جدا. ما انا عارف انه كان كويس قبل الست، بعد ما عرف الست بقى وورست. بص يا حبيبتي، بس بالراحة. أيوة. عشان اقول لك هو ليه ما بيجيش الا مرة كل 2 3 وان شاء الله على رمضان مش هيجي خالص. انا عايز اقول ايوه ايوه هقول لك ليه. عشان انت بتفتحي له الفايل ده. لو انت شاطره وقفلتيه ورمتيه في الزباله، لو انت اشطر وقلت له يا اخويا اعرف اللي تعرفه بس انا خايفه عليك، المسلم الحلو الجميل ده ما يعملش كده، ولو عندك بنوته تحميها وتبرفنيها وتقولها سلمي على احلى اب واجمل اب في الدنيا اللي ملوش خير وبركه الا انتوا بتاع، انما انت بتتابعي الاخبار وبتجيبي التفاصيل وبتزربيني، فهو كاره البيت واللي فيه وهينطلقوا وانت هتكوني سبب في بوظانه اكتر، بدل ما يعرف واحده يعرف 4. اسمعي بقى. طب اسمعي. انا بتكلم صح ولا غلط؟ انا مش عايز اي حاجه. انت كلامك منطقي وانا بالظبط كده يا فندم. تاخد نصيحه منك امشي بيها. هو ده. اقفلي الفايل ده خالص والله العظيم هيرجع الراجل ان شاء الله وهيبقى زي الفل، وكل المعارف دي هتبقى عباره عن هوامش على الصفحه الاساسيه اللي هي انت. ما تخرجيش نفسك من المتن وتروحي للهامش، ما تخرجيش نفسك من قلب الصوره وتروحي تبقي رتوش. خليكي اكبر من انك انت تعرضي موضوع هو في الاساس شكله، وركزي في كلامي، شكلا بيثبت انك انت ولا حاجه، وان في حد تاني اقوى واجمل وارق قدر يستحوذ عليه. ربنا قال في اخر المجادله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. والشيطان ممكن يكون 10 جنيه، وممكن يكون امراه، وممكن يكون رجل، وممكن يكون معنى منيل ب60 نيله زي المعاني اللي العيال اللي عماله تلطش فيها ده، وده فرحان باستضافه، وده بينكر السنه، وده بيلعن الائمه. حسبي الله ونعم الوكيل، كافيني حتى لا انفعل، مش دعاء على حد. يعني اما اقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني ربنا كافيني قادر يهديني ويثبتني ان انا اتحمل مثل هذا العك والسواد والقذاره. كويس؟ فممكن الشيطان يكون كل دول. فهو لما تستحوذ عليه واحده، إذا كان ربنا قال الواحدة دي ممكن تنسيه ربنا، فهتنسيه مراته وبنته والدنيا كلها. امتى أنا أشيل عباية الاستحواذ دي؟ لما أبقى عاقلة، لما ما افتحش الموضوع ده نهائي، لما ما احطش راسي وأنا الحليلة اللي ربنا أحل لي إن أنا أقلع قدامه وأغني له وأطبخ وآكل معاه وأنام في حضنه وأنا لا مستحية ولا مكسوفة، أحط راسي براس أجنبية. لو عمل معاها حاجة وحشة فالله يحاسبه. لو عايز يتجوزها يبقى هو شعر بشيء وأحل له 4 وأنا بيتي ونظافتي وولادي، ويعمل اللي يعمله.